المصري جدل كبير ومثير دائما منذ قيام ثورة 25 من يناير حول مسائل التعديلات الدستورية. بدأنا بالتعديل الدستوري ثم الإعلان الدستوري ثم التعديلات القانونية ثم قانون الجدر والكثير من الأمور المرتبطة أيضا بالقوانين المرتبطة بشكل مباشر بقوانين مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين، ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مطالب بأن تأتي بعض التعديلات قبل الانتخابات وانتخابات أولا ثم التعديلات، ما بين من قالوا نعم ومن قالوا لا، ومن الآن يتحدثون عن أهمية قانون الجدر بينما البعض يرى لماذا قانون الجدر. أسئلة كثيرة كلها تدور داخل الشارع المصري، وهذه الأسئلة نحاول أن نجيب عنها في لقائنا لهذا الأسبوع مع الدكتور ولاء عراقيب الخبير القانوني وأستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا. أهلا بك معنا. أهلا بسعادتك يا فندم. دكتور ولاء، هل تعتقد حضرتك أن هذا الجدل المثار الآن في داخل الشارع المصري ما بين مطالبات للثوار وما بين محاولات تفسير من يديرون الأزمة أو من يقومون بالتعديلات أو من يرغبون في تأجيل التعديلات، الحكومة بمعنى أصح، تمام. هذا الجدل الدائر هل هو لصالح الشارع المصري أم ضد الشارع المصري ومن معه الحق؟ شوفي حضرتك، التحدي القانوني ماثل في الثورة منذ البداية، لأن فكرة القانون إن هو المسؤول عن صياغة النسق السياسي، ومن ثم الثورة والشارع يدفع، الأداة القانونية والنظام القانوني يجب أن يلبي، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه بالشرعية. فالآن الشرعية هي شرعية ثورية، هذه الشرعية الثورية يجب أن تنتقل إلى مرحلة الشرعية القانونية. ويعني إيه شرعية ثورية؟ ناس كتير قوي بتتساءل. الشرعية الثورية بمنتهى البساطة وبمنتهى البداهة أنها قلب لأوضاع، بمعنى أن الثوار في الوضع العادي للأمور كانوا يعتبروا متآمرين على قلب نظام الحكم، ولكن لما انقلب نظام الحكم أصبح الوضع الآن اللي هو منظور إليه من الوضع القديم أنه عكسي، أصبح هو الوضع الطبيعي. فأصبح الشعب استرد المكنة الطبيعية واسترد السلطة الطبيعية، سواء في التشريع سواء في التنفيذ سواء أيضا في القضاء. لأن هي فكرة الديمقراطية حضرتك أنت فاهم إزاي أن الأصل أن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه، ولكن لما كان هناك استحالة للشعب أن يحكم نفسه بنفسه فوض في السلطة التنفيذية، فوض في السلطة التشريعية، فوض في السلطة القضائية. وده اللي احنا أجبنا عنه المرة اللي فاتت. ليه الأحكام بتصدر باسم الشعب؟ ليه تشريعات اسمه مجلس الشعب؟ ليه السلطة التنفيذية أيضا مسؤولة عن إرضاء الشعب؟ ومن ثم التحدي القانوني هيكون ماثل في المشهد إلى النهاية، لأن احنا مش مسؤولين فقط عن هدم ولكن مسؤولين عن بناء. لأن دايما الثورات العظيمة ليست الثورات التي تنجح في هدم نظام، ولكنها الثورات التي تنجح في بناء نظام. ومن ثم التحدي القانوني خطير وماثل. حتى بنتكلم حرية، تغيير، عدالة اجتماعية. لكي تحققي العدالة الاجتماعية أنت محتاجة إلى منظومة قانونية تستطيع أن تحقق هذه العدالة الاجتماعية. مشكلة الثورة كانت الكرامة الإنسانية، كان التحدي الماثل أمام وزارة الداخلية أو أمام البوليس القمعي على سبيل المثال في فكرة الكرامة. لكي تحققي الكرامة لابد أن يكون هناك نسق قانوني يكفل للمواطن حقوق المواطنة والكرامة الإنسانية على أرض الواقع. عفوا دكتور ولاء، ولكن نحن إذا نظرنا الآن للوضع القائم المسألة فيها جدل شديد زي ما احنا قلنا، فهناك من يريد شكل معين للقيام بالتعديلات، من أن تسبق بعض القوانين القوانين الأخرى، من يريد أن تكون هناك تعديلات دستورية قبل إجراء للانتخابات، من يريد الانتخابات أولا ثم التعديلات الدستورية ثانيا، من يرى أن هناك أهمية لقانون الجدر، من لا يرى أنه لا هناك، يعني ليس هناك أي أهمية لقانون الجدر. طيب إذا كانت الشرعية مستمدة من الشارع المصري ومستمدة من أن الشعب يحكم نفسه، إذا كان هناك هذا الخلاف وهذا الجدل داخل الشارع، إلى من نحتكم؟ نحتكم أيضا إلى الشعب. يعني سعادتك عايز أقول لحضرتك الشعب هو مصدر السلطات. في المشهد الثوري تولت الجيش وحمى الثورة واحتمى بها، وتولى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مرحلة انتقالية. ففي هذه المرحلة الانتقالية لابد أيضا أن تكون هناك عدالة انتقالية، وهذا ما سوف نتطرق إليه فيما يتعلق بقوانين الغدر. ومن ثم الشعب الآن، بصي حضرتك، الشعب يطرق جدران السلطة، يقرعها بشدة، ولكنه لا يتولى السلطة. الذي تولى السلطة بالنيابة وبالوكالة الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن ثم على الوكيل
أن يرضي الأصيل، وأن تكون هناك بينهم علاقة طيبة، ليست علاقة مزايدات على وطنية الآخر، وليست علاقة تخوينات على وطنية الآخر، حالة من حالات الوفاق المجتمعي، حالة من حالات التوافق المجتمعي. اسمح لنا دكتور ولاء، أعزائي المشاهدين نتوقف قليلا حتى نرفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ونعود ونستكمل الحوار. نعود أعزائي المشاهدين ونستكمل الحوار مع الدكتور ولاء عراقيب، وكنا بنتكلم عن التعديلات القانونية والقوانين المطروحة والمثار حولها جدل شديد. دكتور ولاء، نتكلم عن قانون الغدر بقالنا كم يوم. البعض يسأل ما هو قانون الغدر؟ تمام، رائع. قانون الغدر بمنتهى البساطة حدث في مرحلة متشابهة تاريخية، ألا وهي المرحلة اللي سبقت ثورة 1952، تدني في الأداء السياسي، لدرجة أن حضرتك ممكن تتخيلي أن في فترة تقل عن 20 عام حصل 36 أو أكثر من 36 تعديل وزاري. بس في الشهرين الأخيرين قبل الثورة حصل أكثر من 5 تعديلات وزارية. استغلال نفوس، غدر بالأمانة. مفهوم الغدر هو مفهوم خيانة الأمانة. المتهم يسمى غادر، لأن أنت عندما تتولي الوظيفة العامة فأنت يوكل إليك أمانة، ومن ثم تفريطك في هذه الأمانة أو سوء استغلالك لهذه الأمانة فقد خنت الأمانة، إذن فأنت غادرة. هذا هو مسمى مفهوم الغدر. وبالتالي صدر سنة 1952 وعدل سنة 53 قانون من 9 مواد اسمه قانون الغدر، أناط بمحكمة تجمع بين الشق القضائي والشق العسكري محاكمة الغادرين، كما أناط لجهة معينة مستقلة هي هيئة اتهام وليست النيابة العامة. في الأمر العادي الأمور الجهة المتولية عن تحريك الاتهام هي النيابة العامة. أناط جهة سياسية تشكل من مجموعة من السياسيين من مجلس قادة الثورة، هم الذين يوجهوا الاتهام. البعض بيرى في هذا القانون محاولة لزيادة السلطة العسكرية على المدنيين. لا، شوفي حضرتك، ما هو الشكل اللي احنا عايزينه، احنا يعني يبدو ان هناك فهم برضو محتاجين نعدله، سواء عند رجل الشارع او سواء عند بعض المتخصصين. انا سعيد جدا بالمبادرة اللي عملها السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يعني بإعادة النظر في قانون الغدر لإحيائه أو لتطبيقه، لأن عندنا 3 تساؤلات قانونية. التساؤل الأول، هل قانون الغدر لا زال ساريا؟ هل ألغي ضمنا؟ لأن في حاجة اسمها النطاق الزمني لتطبيق القانون. النقطة الثانية، لو طبقنا قانون الغدر ده، طب ما احنا ممكن نفاجأ بنعي دستوري، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يجرم إلا ولا يؤسم إلا الأفعال الصادرة بعد إنشاء القانون. فدي مشكلة قانونية تانية. ومن ثم يجب إعادة النظر في إصدار قانون على غرار قانون الغدر يستلهم أحكامه ليس من قانون الغدر ولكن من اتفاقية مكافحة الفساد اللي وقعت عليها مصر سنة 2004 واللي وافق عليها البرلمان المصري أيضا سنة 2004 ونشرت أيضا في جريدة الوقائع الرسمية سنة 2004، وبالتالي أصبحت بمثابة تشريع داخلي. جزء يتجزأ من قانون لأن دي جزئية مهمة جدا بتغيب على كثير من الناس، أن الاتفاقيات الدولية لا تعتبر تشريعات داخلية، لكن هي مجرد التوقيع عليها، مجرد signed وراتيفايد، مجرد التوقيع والتصديق عليها وبابلشت ونشرت، تعتبر جزء من التشريع الداخلي. ومن ثم احنا محتاجين منظور للعدالة بمفهوم ثوري يلبي مطالب الثورة، يلبي مطالب الشارع المصري، صاحب الثورة الحقيقي. إن لم نعمل مثل هذا المنوال، للأسف أنا آسف أقول لحضرتك، أنت فاهم إزاي، قد تكون هناك موجة ثالثة أو موجة رابعة. لابد أن يحدث نوع من أنواع الوفاق المجتمعي، لابد أن نرضي الشعب. وأنا أعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قادر على إدارة هذه المرحلة برؤية نحو عدالة انتقالية، كما أنه هو مقدر أنه هو أيضا يحكم بشكل انتقالي، فلابد أن تكون هناك أيضا عدالة انتقالية تلبي مطالب المشاعر الملتهبة من مشاعر أسر الضحايا وأسر الشهداء. مسائل التعديلات القانونية والتعديلات الدستورية مسائل ليها مطالبات قديمة أن يكون هناك هذه التعديلات، ولكن أيضا بيأتي على رأس هذه المطالبات مسألة إعادة هيكلة المؤسسة القضائية. قطعا. بصي حضرتك، دعينا نتفق، مش معقولة البلد تكون كانت بتئن والمؤسسة القضائية لا تئن وتتوجع. مش معقولة حضرتك، انت فاهم ازاي، يبقى المصريين صحتهم معتلة
ونقول ان وزاره الصحه بتؤدي على اكمل وجه. مش معقول ان نقول التعليم ما فيش ولا جامعه مصريه مصنفه في التصنيف العالمي ونصر ان التعليم المصري هكذا وكذا. لابد ان يكون هناك ثمه خلل، ومن ثم المؤسسه العداله او مؤسسه القضاء مسؤوله عن افراز العدل. فطالما ان الناس بتئن وبتتوجع وبتشتكي انه لا يوجد عدل في الشارع المصري، فاكيد ان هناك ثمه خلل ما. دعينا على سبيل المثال ننظر في نظام قاضي التحقيق، في نظام مأمور الضبط القضائي وإشراف النائب العام على عمل مأمور الضبط القضائي. يعني في كتير قوي في الشارع المصري من الثوار بيقول لك احنا عايزين نبقى ان يكون هناك حقوقي في اسم الشرطه. ليه يبقى حقوقي في اسم الشرطه؟ اما الماده 22 من قانون الاجراءات الجنائيه على سبيل المثال بتقول ان النائب العام هو المسؤول الاشراف على كل مأمور الضبط القضائي ابان القيام بعملهم. ليه ما يبقاش في وكيل للنيابه موجود سعادتك في كل قسم شرطه؟ نتحدث على سبيل المثال على الهيئات القضائيه المتعدده، نتحدث على نظام ندب القضاء، كيف يكون القاضي خصم وحكم في نفس الوقت؟ يعني ازاي حضرتك يبقى قاضي منتدب الى وزاره الزراعه كمستشار وفي نفس الوقت ترفع عليه قضيه في مجلس الدوله في القضاء الاداري؟ مع كل الاحترام انا اتكلم عن هيكله، اتكلم عن شأن عام، وفي نفس الوقت يفصل في هذه الخصومه. نتحدث على سبيل المثال عن هيئة قضاء الدولة التي هي محامي الحكومة أو التي تمثل الحكومة في الدفاع، فهي الأولى بتمثيل والأولى بالاستشارة والأولى بالاستفتاء في هذا الشأن. على سبيل المثال مجلس الدولة والقضاء الإداري، وشوفي قضايا الناس بتتعطل قد إيه، وشوفي البطء القضائي، المنازعات المدنية، المنازعات الجنائية. إذن فهي هيكلة ومنظومة عامة يجب إعادة النظر فيها، سواء في مجلس الدولة، سواء في القضاء العادي المنازعات المدنية والجنائية، سواء في هيئة النيابة الإدارية، سواء في هيئة قضاء الدولة. كل هذا يجب إعادة النظر فيه مرة أخرى لتحقيق العدالة، لأن طالما أقرينا أن هناك قصور في العدل والعدل لا يسود، إذن فهناك خلل في المنظومة المسؤولة عن إفراز هذه العدالة أو هذا العدل في أرض الواقع. وهل المنوط به عملية التعديل هذه العملية أيضا سيأتي من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم من خلال الحكومة؟ أنا مسألة منوط بها هنا القائمين على العدل من خلال القضاة ومن خلال نوادي القضاة التي تمثلهم، أن تكون العملية التعديل داخلية. رائع فندم. بص حضرتك، الكلام اللي أنا بقوله ده مش جديد، الكلام اللي أنا بقوله ده رفعه القضاة ذاتهم. يعني حضرتك كان عندهم مؤتمر اسمه مؤتمر العدالة الأول برئاسة المستشار يحيى الرفاعي سنة 86، أقروا أن هناك أوجاع في المؤسسة القضائية. تيار استقلال القضاء اللي بدأ 2005 أقر بأن هناك خلل قضائي ما. إذن فالوجع يصدر من الداخل، وهناك تيار داخلي يريد الأكثر من ذلك. أنا أحيي الرجل المحترم اللي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى مستشار حسام الغرياني، اللي في آخر تقريره اللي أقر مبدأ العلنية وأقر مبدأ تفرغ الدوائر القضائية. أنت عارف حضرتك في عبارة قيمة قوي اتقالت في الآخر، قالت إيه؟ نحو إصلاح قضائي مأمول. نحو إصلاح يعني هو أقر أنه يرغب في الإصلاح القضائي، وأن الإصلاح القضائي هو أمل. ما ينفعش بعد كده بقى نقول أن قضاءنا كذا وقضاءنا كذا. قضاءنا شامخ لأن مصر شامخ، نفهم إزاي؟ ولكن قضاءنا ليس فوق مصر، مصر فوق الجميع، مصر فوق الجميع، تفهم ازاي؟ وبالتالي يجب ان نقر ان هناك انات معينه واوجاع معينه، سواء في المرفق القضائي، سواء في المرفق التعليمي، سواء في مرفق الصحه، في كافه المرافق يجب ان نسعى لتعديلها. هرجع مرة تانية وأقول لحضرتك أنه أيضا كان هناك ملاحظات كثيرة على الأداء القضائي، ونحن نقر ونقول القضاة هم أول من وضع أيديهم على هذه المسألة، ولكن هنرى أن المسألة أيضا بترجع إلى بداية السلم، إلى تخريج من يعمل بالمحاماة، تخريج من يعمل بالنيابة الذي سيكون فيما بعد قاضي يجلس على المنصة ويحكم بالعدل. أن هناك أساسا عملية جدل حول ما يعطى للطلاب داخل كلية الحقوق أو حول اختيار وكلاء النيابة في سلك العمل النيابي. قطعا 14 كلية حقوق ب 14 رؤية، لا يوجد معهد متخصص انت فاهم ازاي لاعداد الكوادر القضائيه، وحتى ان وجد سعادتك فهو وجد لفتره قصيره ليس فتره تاهيل. باب السلطه القضائيه غير مفتوح لكافه الكوادر القانونيه، سواء من المحامين سواء من المتفوقين. سمعنا كثيرا في الفتره اللي فاتت عن الكثير من التجاوزات في التعيينات، وكثير من تعيين من هم ليسوا اصحاب التقديرات. سمعنا كثير عن التجاوزات. كل هذا يجب إعادة النظر فيه إذا كنت عايزة كوادر مؤهلة. خلاصة الأمر أن مصر يجب أن تبنى على أساس الكفاءات وليس على أساس الولاءات. مصر جميعا يجب أن تبنى. كفاءات يا فندم إزاي إذا كنت بتاخد خريج كلية الحقوق الحاصل على المجموع الأدنى
من خلال مكاتب التنسيق عشان تقول هو ده كود حقوق هتقبل؟ دي ازمه يعني حضرتك لما تبصي في الولايات المتحده الامريكيه او فرنسا على سبيل المثال، كليات الحقوق هي كليات بوست جراد، يعني كليات اساسا ما بعد الدراسات العليا معايا حضرتك، وكليات فيها تخصص. النهارده حضرتك انا كاستاذ جامعي بيصادفني مثلا تحديات كثيره في تطوير العمليه التعليميه. لما تيجي حضرتك تقول يجب ان نغير مناهج بقى لها 50 سنه، يجب ان نشوف اساسا احتياجات السوق ايه، عشان تقدري تخرجي خريج متفاعل مع احتياجات السوق. بتصادفي للاسف، انت فاهم ازاي، الكثير من البيروقراطيه والكثير من الاعتراضات. كل هذا يجب النظر فيه. مؤسسه ايضا خريج القانوني وتاهيل القانوني المسؤول اللي بيعمل في قطاع الامن، ده يجب النظر فيه. الذي يعمل في قطاع القضاء يجب اعاده النظر فيه. المنظومه باكملها يجب اعاده النظر فيه. المنظومه القضائيه يجب ان توضع كاولويه، لان زي ما اتفقنا العدل والعدالة والكرامة كانت المطلب الجوهري في ثورة 25 يناير، ومن ثم يجب أن توضع أولوية وطنية، يجب أن توجد على قمة عمل هذه الوزارة. في النهاية دكتور ولاء، كيف ترى الجدل الآن والانقسام ما بين الحركات السياسية المختلفة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية أو فيما يتعلق بالقوانين المطلوب تغييرها؟ يعني أنا لدي جدل قائم على أصحاب الشرعية الآن اللي هو الشارع المصري. هناك هذا الجدل القائم ما بين الائتلافات المختلفة وما بين التيارات المختلفة. هناك حركات لديها مطالبات، الإخوان والسلفيين لديهم أمور أخرى، هذا يؤيد وهذا يعارض، وأن في النهاية لا نرى حتى بشكل مجمل حاجة أقدر أقول عليها أنها الأغلبية المطلقة فيما يخص المطالبات التعديلات القانونية والدستورية. وهذا غير مطلوب على الإطلاق، غير مطلوب أن تكون هناك أغلبية مطلقة خاصة في هذه المرحلة. بصي حضرتك، يجب أن نعترف ونتفق على أننا لن نمارس الديمقراطية منذ أكثر من 50 سنة. التحدي الأساسي، أنت فاكرة حضرتك مبادئ ثورة 52 كانت إيه؟ بناء حياة ديمقراطية سليمة، ولم ننجح في بناء حياة ديمقراطية سليمة. ده كان تحدي ارتد عنه الشعب لما زهق، ارتد عنه الشعب في 54 لما زهق ولم يعد الجيش إلى سكناته العسكرية. التحدي الماثل أمام الشعب الآن برضو هو التحول الديمقراطي. عشان كده أنا بطالب الشعب بالصبر وألا يقايد حريته بعدالته أو بأي شيء آخر. صحيح نحن نرى ضجيجا ولا نرى طحينا، ولكن يجب علينا الصبر. كل هذا التحدي هو طبيعي وفطري، كل هذا التحدي كان محكوم بنظرية الضغط الفترة، ثم بعد ذلك يحدث الانفجار، ولما حدث الانفجار أصبحت الأوجاع في كل مكان، في مرفق الصحة، في مرفق القضاء، حتى في الشارع المصري، حتى في الأخلاق المصرية. ولكن يجب علينا الصبر، يجب علينا مش صح أبدا أن تكون هناك أغلبية مطلقة. وأنا بأتمنى أن الانتخابات التشريعية بس هناك على الأقل قاعدة عامة من المطالبات اللي هنتفق عليها كلنا ولن نختلف. وأنا شايف أن ده حاصل، وأنا متفائل جدا للجمعة المقبلة، ومتفائل جدا لإطار العمل الوطني في المرحلة القادمة، ومتفائل جدا لأن قانون الغدر سوف ينحي بعض العناصر اللي ما بنخونهمش، ولكن بنقول لهم أنتوا أدواركم، يجب النظر لهذه المسألة بهذا الشكل. أنتوا أدواركم أو ليس لكم دور الآن، ليس لكم دور أن تلعبوه الآن. هذا هو المطلوب، استبعاد هذه الوجوه، وجود وجوه جديدة. بص يا فندم، الصراع الأساس في الأساس هو صراع بين جيل وجيل آخر، جيل شيوخ وجيل شباب. هو صراع مجتمعي، الثورة أساسا فكرة اجتماعية في الأصل، ولكن لها تداعيات وتفاعلات اجتماعية. يجب إذا كنا بنعترف أن التركيبة السكانية المصرية 60% منها شباب، يعني تحت سن 45 و40% فوق سن 45، أدعي أنه يجب أن يكون هناك تمثيل للشباب في كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في هذه المرحلة العمرية. مصر لازم تجدد شبابها. دكتور ولاء عراقيب، نشكر حضرتك على وجودك معنا في خلال هذه الفقرة. أعزائي المشاهدين، نتابع معكم فقرات الشارع المصري، والآن نتابع معكم تقرير عن أحداث العباسية والتي حدثت السبت الماضي في الشارع المصري.